الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو يعني الصغير إن شاء الله اللي يكون ما نطولش عليكم إن شاء الله فيه، حبيت نتكلم على واحد الموضوع. كنت حاب ندير بث مباشر لكن خفت من الكونيكسيون الانترنت، قلت لما لا نديرو فيديو صغير ونهضروا فيه إن شاء الله. في اليوم يعني بالضبط صادفت بعدة منشورات تحكي على يعني ازدواجية الطريق. يعني يقولوا أصحاب المنشور يعني ونحترم كل واحد ورأيه، أنه أسباب الحوادث ماهيش سبب ازدواجية الطريق أو كذا. فطبعا كما هم لهم عندهم رأي، فأنا عندي رأي آخر اللي هو أنه إلزامية وجود طريق مزدوج باش نقصوا من الحوادث اللي راهي كل يوم تزهق في الأرواح. وهذه نفس كرمها ربي سبحانه وتعالى. يعني لما كانش أنا ما كنتش متوقع أنه في يوم من الأيام نختلفوا في هذا الرأي اللي هو ازدواجية الطريق. ما كنتش متوقع أنه راح يكون اختلاف في هذا الأمر. فإذا به نلقى الناس تنشر في منشورات نتاع أنا نحترم كل واحد وأنا نعرفهم وكل واحد ونحترمه في رأيه، لكن أنا تمنيت أنه لو كان وحدنا الرأي باش نجيبوا هذا المشروع. خلينا من الهضرة هذيك نتاع ركوب الأمواج والله هذاك راه باغي يترشح، والله أنا يهمني الموضوع في حد ذاته. الموضوع في حد ذاته هو أنه نطالب بازدواجية الطريق اللي راهي تدي في الأرواح كل يوم، وانتهى الموضوع، بغض النظر عن الشخص اللي راه يهضر ولا اللي راه ينشر ولا اللي راه يبعث ولا اللي. سبحان الله، ما عندناش مده طويله ما كنتش حاب نقولها، كنا نخدموا في الخفاء، بصح لازم درك يقولها الانسان. ما عندناش اقل من 4 اشهر ولا 3 اشهر وصلنا مراسله فيها اكثر من 50 جمعيه مكاشيه معنا، وكثر خير اصحاب يعني رؤساء الجمعيات اللي داروا فينا الثقه لما طرحنا عليهم يعني الاشكاليه وقلنا المراسله ها يعني المشكل اللي راهي تصب اليه. فيعني كان يعني قبول 100%، وكاشاو معنا وبعثنا مراسله للسيد الوالي وبعثنا مراسله للوزاره وبعثنا من اجل تجسيد هذا الطريق. بعد مباشره بعد ما يعني صرح الوزير وزير الاشغال قال يعني الطريق لازم تحتاج الى عدد معين من السيارات باش يكون هناك الاخر. فقلنا نديروا هذه المبادره انه احنا على كل حال الدوله هي اللي راح تقرر، ما يقررش لا الشعب ولا مسؤول ولا نائب برلماني ولا سيناتور ولا. طبعا مش هما اللي يقرروا، احنا ما علينا الا المطالبه. وممكن الدوله في يوم من الايام تتفكر والله بما انه حتى في ايام كورونا كان في 2022 الله اعلم في 2022 كان اجتماع رفيع المستوى في غردايه يهضر على الطريق المزدوج وكيفاش يعني راح تمشي الامور من ناحيه الدراسات وكلش، وكملت الدراسات وكلش. ومن بعد مانيش عارف واش صرا، من بعد تلغى القرار هذا والله ما ولاش من الاولويات تاع الدوله. في ظل انه الطريق هذا كان شمال جنوب، لاحظنا انه المشروع مشى من جهه الشمال، فقعدنا ننتظر انه في يوم من الايام ينطلق المشروع في الجنوب. حتى مش عارف يعني واش صرا، باش كيما نقولوا مسؤولين كبار في الدوله غيروا رايهم او لهم نظره اخرى، خاصه راه جاي ترى ان شاء الله تاع اللي قال عليه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون، ان شاء الله يلحقنا ترى وكلش. لكن يبقى مشكل الطريق المزدوج، مشكل لانه اصلا منتجاتنا هذه تاع يعني انا ما نقولش فلاحين، تاع المستثمرين اللي راهم عندنا عم يديروا في الحبوب ويديروا في الاخر، عم يهزوا يروحوا باروت يستعملوا الطريق هذيك الكماين وهذيك الاخر، وهي جايه فتره الدلاع دوك تصرى الحوادث اكثر واكثر.
الدلاع، العنبه سبحان الله، يعني رانا في موسم يعني فلاحي وكلش، راح تضاعف الحوادث. ودرك تشوفوا يعني احنا نتمنى ان شاء الله ما تكونش هناك خسائر بشريه وما تكونش الوفيات وما تكون، ولكن اذا ما كانش وفيات كاين الاعاقات وكاين يعني الحوادث مستمره وكل يوم. يقول القائل انه السبب هو النعاس، السرعه. لا، انا معك، متفق معك. السبب الاول هو السرعه. الناس راهي ما يرقدش، مي الحوادث راهي تصرى باسباب السرعه وبسبب النوم في الطرق اللي مزدوجه. بصح هذا لا يعني انني نسوق مليح والله راني نشوف في الطريق وراني نشوف، يجي يدخل فيك واحد نعسان ولا سرعه مفرطه. هذه ما تصراش، الحوادث تاع فاس فاس كما نقولوا ما تصراش في الطرق المزدوجه، تكون اقل الخسائر. يعني تكون انقلاب السياره، تكون الوفيات واحد وزوج. راك تشوف اقل الوفيات 5 6، نسمعوا قبل 5 6 الوفيات، اصطدام مباشر. هذا سببه ضيق الطريق وسببه الطريق واحد، ما عنده حتى سبب اخر. وما حتى واحد ما يحاول يقنعني ويقول لي بلي الطريق المزدوج لا يهم ولا. فلذلك خاوتي لازمنا نتحدوا، لازم نتحدوا، نوصلوا الصوت نتاعنا للسلطات، ونوصلوا الصوت للدوله ان شاء الله الجزائريه اللي راهي ان شاء الله راهي في مصاف درك يعني الدول الكبار ان شاء الله. طريق مزدوج من غردايه الى عين صالح ولا تمراس، ولا انا نظن الدوله الوقت الحالي مش راح يغلبها ان شاء الله بحول الله تعالى. فلذلك يجب ان نتوحد. احنا رانا من بكري متفرقين، فما بالك درك رانا من بكري ما عندناش راي ثابت. نحاولوا احنا ما نشوفوش شكون راه يقول في الراي هذا، نحاولوا نولوا اهتمامنا لوش هو الموضوع. الموضوع اذا كان يهم البلاد ويهم المجتمع ويهم المصلحه العامه، نحاولوا نتوحدوا في الراي هذا. ما يهمنيش انا اللي حاب يركب الموجه ولا يركب حتى مش عارف واش، والله حاب يترشح ولا، ما يهمنيش. يهمني انه المشروع جاء، ولا بالنا حتى واحد ما يجي ينسب المشروع ليه ولا يقول انا جبت هذه. انا نظن الانسان الواعي واللي يعرف والمثقف واللي الاخر يعرف باللي مستحيل هذه طريق ولا هكا باش تجي على جال شخص واحد، والله كي نطلبها النائب الفلاني والله السيناتور الفلاني والله. فلذلك ايها الاخوه الكرام يعني لازم نتوحدوا ونروحوا نجيبوا المشاريع اللي كيما هذه، مثل الطريق، مستشفيات، امور كيما هذه. ناس كاينه تخدم في الخفاء مش يتكلم، بعد تجي دير له منشور طيح له المورال يطيح. فهذه ان شاء الله اتمنى ما يزعفوش علينا اصحاب يعني المنشور. بكل حال كل واحد والراي تاعو، كل واحد كيفاش راه يشوف، والله ممكن كل واحد والنوايا تاعو. يعني ممكن احنا مش ممكن متاكدين باللي النيه كل راهي صادقه، ومتاكدين باللي رانا كل نصبوا في نفس يعني. فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم.